واحد من اروع الكتب اللي انا شخصيا قريتهم في حياتي، رباعيه التدفق النقدي لروبرت كيوساكي. واحد من الكتب اللي انا اتاثرت بيهم جدا واستفدت منه استفاده غير عاديه وغير طبيعيه. روبرت كيوساكي في كتابه قسم العالم من حيث الحصول على الدخل الى 4 اقسام. طبعا قسمين قال كيوساكي ان هم بيكسبوا المال عن طريق حاجه اسمها اكتيف انكم، وقسمين تانيين قال ان هم بيربحوا المال عن طريق ما يسمى بالباسيف انكم. قسمين بتوع الاكتيف انكم، اول واحد فوق الموظفين، تاني قسم اللي هو الاس او سمول بزنس. الموظفين طبعا اللي هم الاي، والاس اللي هو سمول بزنس او سنجل بزنس، اللي بيربحوا المال عن طريق ما يسمى بالاكتيف انكم. ودول 95% من البشر بيربحوا 5% فقط من الثروه. ليه؟ لانهم بيبادلوا وقتهم وجهدهم بالمال، في حين ان الجزئين التانيين او القسمين التانيين اللي على اليمين في الناس اللي فوق اللي هم الاي المستثمرين، وتحت البيج اللي هو عندهم بيج بيزنس. المستثمرين او البيج بيزنس او الاثنين دول قال عليهم روبرت كيوساكي ان هم بيكسبوا المال او بيربحوا المال عن طريق ما يسمى بالباسيف انكم. كيوساكي باختصار قال لك اذا اردت ان تكون ثريا فلا تعمل من اجل المال، اذا اردت ان تكون ثريا اعمل علشان توصل ان انت يكون عندك باسيف انكم، دخل سلبي. يعني ايه سلبي؟ يعني انت ما بتشتغلش وبرضه الفلوس بتجيلك. يعني لا تبادل وقتك وجهدك بالمال، لان في النهايه الوقت والجهد محدودين. لو انا ببادل وقتي وجهدي بالمال زي الموظفين وزي الناس اللي عندهم سمول بيزنس، عنده محل او عنده ورشه او عنده اي حاجه، لازم يكون هو موجود جوه المحل او جوه الورشه علشان يجي له المال. طبعا ودي كارثه، هو ما بناش سيستم. انا محتاج اشتغل بفكر 3 شخصيات لو انا عايز فعلا اوصل الى اني اكون انسان ناجح ماليا: فني ومدير ورائد اعمال. فني فاهم شغله، فاهم تكنيك شغله، وفاهم التفاصيل وعارف الحبكه تكون ازاي، وفي الوقت نفسه مدير قادر انه يعمل نظام، قادر انه يعمل سيستم. وتالت حاجه رائد اعمال عنده رؤيه، عنده فيجن، عارف هو بيتحرك لفين، عنده خطه واضحه وعنده استراتيجيه بيشتغل عليها. فهو ده المقصود، ان انا لازم اوصل ولازم اتحول من الاكتيف انكم للباسيف انكم. هارفي ايكر في كتاب اسرار عقليه المليونير بيقول لك اذا اردت ان تكون ثريا فلا تعمل من اجل المال، بل اعمل من اجل نظام يعمل من اجلك، او اعمل من اجل ان تتعلم. وده برضو هنعتبره اصل من الاصول. يعني انا لازم اشتغل عشان ابني اصول تعمل من اجلي لاحقا. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية اتكلم فيها برضو عن ريادة الاعمال، واتكلم فيها عن بعض الكتب او ملخصات للكتب اللي ممكن فعلا تعمل لنا نقلة في طريقة تفكيرنا ونقلة في حياتنا فيما يخص ريادة الاعمال. شكرا، والتقي بكم في الفيديو القادم.